السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. النهارده يا حبايبي هعمل معاكم منيو اكلاتي طول الاسبوع. واحدة متابعة طلبته عايزة منيو ارداحي من غير لحوم ولا سمك، ومن غير كمان مسقعة ولا بتنجان ولا كشري. فالصراحة انا عملت المنيو ده، يا رب كده يعجبها ويعجبكم يا حبايبي. ولو عجبكم يلا بقى كومنت حلو زيكم ولايكات كتير وشجعوني وكبروني كده، قناتي مش هتكبر غير بيكم. هنسمي الله وندخل على الفيديو بتاعنا الجميل. اول حاجه يا حبايبي في المنيو بتاعي عملت صينيه بيتزا. ما شاء الله هي ما كلفتنيش، انا كانت دي موجود عندي وكل طلباتها. انا عاملاها بالتونه يا حبايبي، وعاملاها كمان بالجبن والحاجات دي. بسم الله ما شاء الله. هي عامة كل الأكل بقى مكلف اليومين دول، ما نقولش بقى بيتزا، ما نقولش أكل كده نواشف يا حبايبي. كل الأكل والله محصل بعضه، لو هنسلك بأي أكل والله مش هيفرق كتير برضو لما نعمل لحوم وأسماك. واليوم التاني حبايب قلب عملت طبق ملوخية كده حلو زيكم، وسلقت بيض وحتة جبنة قديمة وشوية مخلل وشوية جرجير، وقضينا تاني يوم بيه. ولو حابة يا حبيبتي تعملي مثلا يوم هتعملي رز ولوبيا، هتعملي رز وبطاطس، هتعملي رز وفاصوليا، برضو مش شرط اللحوم معاه، هتحطي مكعب ماجي هيخلي طعم يعني الطبيخ معانا حلو، مش شرط اللحوم يا حبيبتي. وانتوا عارفين الدنيا غالية والناس ظروفها صعبة اليومين دول، فأي حاجة بتمشي، مش شرط اللحوم. ممكن بنعمل مرة واحدة في الأسبوع، ومرة سمك وخلاص، وباقي الأسبوع بنقضيه وبتعدي الحمد لله حبايب قلبي. هنا الجبنة القديمة شكلها حلو ما شاء الله، وطبق ملوخية كده يفتح النفس على الأكل، والبيض الجميل بتاعنا ده. ومشينا تاني يوم يا حبايبي بالأكل الجميل ده، فضل ونعمة، فطرنا واتغدينا. والله العظيم أيام حلوة يا حبايب قلبي عدت، يعني أكل حلو أكل غالي، كل الأيام بتعدي. وبعد كده عملت صينية رز معمر ما شاء الله، طاجن رز معمر. بسم الله ما شاء الله، شوفوا عامل ازاي، جميل جدا. كيلو لبن وكيلو، يعني هو حوالي كيلو لبن وحوالي كيلو الا ربع رز، وعملته في الطاجن الجميل ده. هتاكلي جنبه شويه عسل مثلا، هتسلقي بيضتين، شويه مخلل، طبق سلطه، وبيعدي حبايب قلب اليوم. بس انا كنت لسه مطلعاه في الفرن موهوج كده وصورته معاكم حبايبي ما شاء الله، قلت اوريهولكم كده بجماله وحلاوته ما شاء الله. ما كلفنيش كتير. وفي ممكن يا حبيبه قلبي مش عايزه تعملي كشري ولا عايزه تعملي مسقعه، هتعملي زي ما قلت لك رز وبطاطس، رز ولوبيا، رز وفاصوليا. الحاجات دي حلوه والله يا حبايبي، يعني ممكن تمشي عادي من غير لحوم. والرز المعمر ده كمان من غير لحوم، انا عامله جنبه بيضتين وشويه عسل هتاكلي بيه الرز عادي. طبق سلطه، وبتمشي الاكله الجميله بتاعتنا دي. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا حبايبي حطوا اللايك وكومنتاتكم الجميله اللي بتسعدني وبتفرحني وبتكبر بخاطري. وفي اليوم اللي بعده يا حبايبي عملنا برضو أكلة حلوة كده، برضو هي أرداحي مش أرداحي، عملنا أكلة سمك، لأننا خلاص تعبنا من أكل الأرداح. وكل واحد حسب إمكانياته، ممكن تلغوا أكلة السمك دي، بس أنا مش مكترة. أنا عاملة حوالي كيلو سمك زي ما انتوا شايفين، سمك دينيس هو سعره 80 زي الشبار يا حبايبي. لو هتعملي شبار اللي هو البلطي الكيلو ب75 وب80، ومفيش حاجة يعني ب60 غير الصغنن. طبعا ده الكيلو السمك حسب امكانياتك هتجيبيه بالسعر اللي انت عايزاه. وعملت شويه رز وطبق سلطه ومشينا اليوم بتاعنا بيه. مع كل الايام مثلا احنا قضيناها ارداحي، قلنا ناكل يعني اكلة سمك في وسط الاسبوع. ما شاء الله يا حبايبي، وكان يوم حلو. السمك ده طعمه جميل جدا. انا عملت كيلو كفايه، تمنه زي تمن السمك البلطي، بس ده بحر بقى وده مزارع، فيبقى ده احسن. ده موجود هنا في العريش يا حبايب قلبي، ما شاء الله عليه وعلى جماله. وبعد اليوم ده عدى حبايبي عملنا اكله محترمه. ايه رايكم بقى؟ عملنا فطير مشلتت بالسمنه البلدي، حاجه فاخر من الاخر. بسم الله ما شاء الله. كيلو دقيق يا حبايبي عملت الفطيره اللي قدامكم الجميله دي، ما شاء الله لسه طالعه من الفرن مفحفحه. هتحط جنبها يا حبيبتي شويه عسل، حته جبنه قديمه لو عندك، حته جبنه بيضه، وبتعدي اليوم وبيعدي ما شاء الله. واكله الفطير دي حلوه خالص، كفتنا يا حبايبي الواحده طول النهار. زي ما انتوا عارفين احنا اسره صغيره، اقل لقمه بتكفينا. بسم الله ما شاء الله. ولا شكل الفطير الجميل بتاعنا؟ لو عايزين تشوفوا طريقته يا حبايبي منزلها على القناه، طريقه الفطير المشلتت من ايد ام محمد، حاجه فاخر من الاخر. حطوا بقى اللايك يا حبايب قلبي وكومنتاتكم الجميله اللي بتفرحني بالله عليكم. لما تدخلوا تشوفوا الفيديو حطوا اللايك، اهم حاجه اللايك، ما تستخسروش فيا اللايك.
اللايك هو اللي بيرفع الفيديو ويخليه يبان لاكبر عدد من الناس. ويا ريت يا حبيبتي لو وصلت معايا لحد هنا تقولي لي ايه رايك في المنيو ده. لو عجبك حطي لي اللايك برضو وقولي لي كومنت حلو كده وفرحين. شفتوا الجمال؟ شفتوا الفطير عامل ازاي مورق وجميل جدا. وهنا يا حبايبي عملنا برضو فول وعملنا بطاطس وبيض وطبق بتنجان وجبنا برضو. قضينا اليوم الجميل ده بعد الفطير. هو الاكل كله والله يا حبايبي طول الاسبوع هو حلو بسم الله ما شاء الله. فضل ونعمة. وطبعا انا اخر الشهر والميزانية خربانة على الاخر، فاي اكل بيمشينا وكله فضل ونعمة من عند ربنا. هي اهم حاجة الصحة يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله. والبتنجان ده بتنجان مش مسقعة، لانها هي مش عايزة مسقعة في الاكل. ده طبق بتنجان بالدقة، كلوا وما تقولوش لا. وطبق فول حلو زيكم وطبق بطاطس وبيضتين وحتة جبنة. فضل ونعمة من عند ربنا ما شاء الله. وده يوم من ايام الاسبوع. بس انا عملت في يعني الاسبوع ده هي اكلة سمك واحدة. حابين تعملوا مثلا وجبة تونة برضو حلوة خالص. والتونة برضو يعني هتجيبي نوع على قدك هتبقى جميل. واليوم ده برضو يا حبايبي طبق فول وطعمية وبيض وجبنة واللهم صل على سيدنا محمد وبطاطس محمرة وحتة جبنة قديمة وحتة جبنة بيضة كده زي ما انتوا شايفين. وده برضو يا حبايب قلبي يوم من ايام الاسبوع قضينا بيه. والاسبوع ده يا حبايبي قضينا الاكل ده، مفيش اكل تاني عملته غير الاكل ده فطار وغدا ما شاء الله. وبرضو لو عايزين تعملوا اي رز وطبيخ تاني مش شرط اللحوم، عندك يا حبيبتي مرقة الماجي بتخلي طعم الاكل حلو. هتحطي مرقة ماجي مش شرط شوربة تحطيها على الطبيخ، وبيطلع معاكي في الاخر النتيجة حلوة خالص. وبكده يا حبايبي خلصت معاكم المنيو بتاعي الجميل. يا رب يعجبكم وينول اعجابكم. ولو عجبكم الفيديو بتاعي يا حبايبي يلا بقى كومنتات ولايكات جميلة كده زيكم، وادعموني وفرحوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.